المهندس هيثم الحريري. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ، اهلا بيك. اهلا بسيادتك. حضرتك شايف الموضوع ده ايه؟ مقابله النائب توفيق عكاشه للسفير الاسرائيلي. هو يعني فعل اصاب المجلس كله بالشعور بالخزي والعار، مم. انه احد نواب الشعب يقبل على نفسه ان يستضيف ممثل العدو الصهيوني مم. في بيته وبارادته الحره، نعم. ويستضيفه على وجبه وياكل ويشرب معاه من طبق واحد، مم. في الوقت اللي اشقائنا العرب في فلسطين محاصرين ومعذبين داخل السجون، والاراضي الفلسطينيه كلها محتله، نعم. والقدس المحتله والمسجد الاقصى. مم. انا مش عارف ازاي ان احنا ممكن نخون كل الشهداء والناس اللي ضحت بحياتها في حرب من 73 حتى الان، مم. وضحايا بحر البقر. ازاي ان احنا ممكن نعمل ده في لحظه ننسى كل الكلام ده، مم. وفي الاخر نيجي نتاجر بهذه الارواح وهذه الدماء البريئه نعم. من اجل 10 مدارس عشان الناس بتوع بحر البقر ما يزعلوش مننا، مم. وهنديكم مليار متر مكعب ميه بس والنبي خلصوا لنا مشكلتنا مع اثيوبيا. مم. يعني اللي حصل ده حاجه، يعني كابوس كابوس. اصاب مجلس النواب، مم. والنواب كلهم النهارده في المجلس تبرأوا من هذا الفعل، ايوه. ويعني طيب غسلوا عار هذا المجلس. سياده النائب ذكر ان النائب توفيق عكاشه القانون يبرئه، ولكنه طبعا مدان شعبيا، لان احنا اتولدنا واتربينا على فكره التطبيع دي شيء يعني في خيانه للبلد. لكن لما تلاقي الدوله نفسها حاطه ايدها في ايد الكيان الصهيوني، وصور الرئيس نفسه مع شخصيات ومسؤولين اسرائيليين، يعني نتصرف ازاي هنا؟ نقول ايه للمواطن؟ انا متفق مع حضرتك ان القانون قد يبرئ نائب التطبيع من حادث التطبيع نفسه، مم. لكن قد لا يبرئه القانون مما اعلنه اثناء الحوار. نعم. وهناك احاديث عن تعريض الامن القومي للخطر مم. والتدخل في شؤون السلطه التنفيذيه. مم. يعني هناك عدد من الاتهامات سيتم التحقيق فيها من خلال لجنه خاصه شكلها المجلس. نعم. لكن انا ما يهمني في هذا الامر ان هذا الفعل يعني اكد لنا مره اخرى ان هناك حاله شعبيه لرفض اي شكل من اشكال التطبيع. مم. قد نكون مجبرين مم. ان يلتقي رئيس الجمهوريه او يلتقي وزير الخارجيه او احد الممثلين الرسميين، يعني مجبرا باحد ممثلي الكيان الصهيوني، مم. لكن ان نبادر نحن سواء كنا نواب للشعب او مم. مواطنين مصريين بالزيارات او بالتطبيع في الثقافه او بالتطبيع في العمليات التجاريه او في الرياضيه، هذا امر غير مقبول على الاطلاق، الا ان تعود فلسطين حره مره اخرى، وان تعود القدس عربيه مره اخرى. اي شكل من اشكال التواصل مع الكيان نعم. الصهيوني وممثليهم امر مرفوض شكلا وموضوعا بالنسبه لي. نعم.